مرة أخرى يواصل المغرب تصريحاته المعادية ضد الجزائر، تصريحات تعكس قناعات المخزن ومحاولته لإقحام الجزائر كطرف في النزاع الصحراوي، رغم تأكيد الأخير في العديد من المناسبات بأن النزاع تتولاه الأمم المتحدة وتعتبره قضية تصفية استعمار. الاتهامات الأخيرة لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران أمام مجلس النواب بأن الجزائر تجند إمكانات مالية هائلة في مناوراتها ضد مصالح المغرب بالصحراء الغربية هي اتهامات تحمل في طياتها إشارة غير مباشرة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والدبلوماسية الجزائرية بتقديم رشاوى لدول ومنظمات للوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي. تهجم رئيس الحكومة المغربية على الجزائر يؤكد مرة أخرى برأي المراقبين محاولة توجيه الرأي العام الداخلي في المملكة والإقليمي بأن الجزائر تعرقل الجهود الدولية في إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية على مدار 40 سنة، رغم أن الجزائر تقابل الاحتلال المغربي للصحراء الغربية بعمل إنساني حسب ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية باستقبال اللاجئين والفارين الصحراويين وحمايتهم من سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات على حدودها.